السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي قناة نانا هوم. النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق الخس. اوعي ترميه، ده الجمال والطعامة كلها فيه، وزي الورق العنب هتلاقيه. نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي نشوف معانا ايه. معانا ورق الخس، ولا أجمل من كده ولا أروع من كده، حاجة رخيصة وفي متناول إيدينا جميعا، وكلنا يعني كنا بنرميها. فالأفضل إن احنا نستغل كل حاجة، وكل حاجة ربنا خلقها لنا فيها قيمة غذائية عالية جدا. والخس في الشتاء بيبقى جميل جدا، فاحنا هنقطعه بالطريقة دي. ها. تمام كده. وهنغلي مية ونحطها عليه، بس ما نحطوش في مية على البوتاجاز، لا. وهنضيف له زيت زيتون، وهنضيف له عصرة ليمون، بس هنغطسه شوية في المية كده وهنشيله على طول. تمام كده، هو مش بيستحمل اصلا يعني. خلاص كده احنا هنصفيه في المية ونحطه في طبق تاني. تمام كده. كده بقى جاهز، نسيبه بس يبرد شوية من المية عقبال ما نعمل الخلطة وكده يبقى جاهز. الخلطة البصلة طبعا، بصلة مفرومة، وهنضيف لها الطماطم المضروبة في الخلاط، وهنضيف لها معلقة صلصة. اعذروني صوتي فيه برد شوية الحمد لله. والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا وسكر وفلفل اسود وشوية نعناع. ونحط الرز بتاعنا بعد ما الصلصة تسبكت. مش هنكتر الرز، انا بحب اكتر الخضرة اكتر يعني. الخضرة بتتحط اخر حاجة. تمام. ونسيبها بقى تبرد شوية كده، نحطها في طبق مفرود ونسيبها تبرد شوية. هنعمله مع بعض اهو بالطريقتين، الطريقة اللي على الطبق زي ما وريتكم قبل كده الورق العنب. طريقة سهلة وسريعة، كل واحد يختار الطريقة اللي تريحه. وهعمله النهاردة معاكم في صينية على البوتاجاز. تمام، او دي الطريقة اللي على الايد. تمام كده، سهل سهل وجميل. بس طبعا انا ايه يعني، انا كنت شايلة في كيس في التلاجة كمية بسيطة، لا. كل ما تجيبي خس تحوشي وتحطيه في كيس في التلاجة. تمام كده اهو، بصوا اللفة بتاعته زي ورق العنب بالظبط. وعاملة معاه طبعا جنبيه كوسة وشوية فلفل عشان هو كميته مش كبيرة. تمام كده. الشوربة اللي هنحطها، نحط ماجي ونحط توم وندوبهم في الشوربة السخنة ومعلقة صلصة. تمام كده. وهنضيفهم على المحشي. حطيناه على البوتاجاز وفتحنا البوتاجاز وهنضيفهم، بس ايه كده بقى، يعني ما ايه المية ما تزيدش عن كده، او الشوربة ما تزيدش عن كده، عشان الكوسة لسه هتنزل ميتها. تمام كده، احنا وطينا عليه، احنا خلاص شرب ميته. هنحط له بقى زيت زيتون، نلمعه كده بزيت الزيتون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد.